دعا دعاء الفرج. ماذا قال فيما معناه؟ رب إني أشكو إليك ضعف قوتي. السلام عليكم حبوباتي، ان شاء الله تكونوا بخير مرتاحين. ان شاء الله الفيديو تاع اليوم لكم انتم بأتم الصحه والعافيه. فيديو جديد، يوم جديد، ايام جديده، ان شاء الله كلها خير كلها سعاده دائما يا رب. حبيباتي، فيديو بديته لكم من هنا. خرجنا. شوفوا، ننصحكم يا البنات، اذا ما عندكم حتى قضيه ما كان له تخرجوا. إذا ما عندكم حتى حاجة ننصحكم باللي تقعدوا في دياركم، اخرجوا غير للضرورة القصوى. سانسامون انا راني كونجي وهزيتو بومحتم. تبعوا معايا الفيديو بركا، دوك نحكي لكم على واه هزيتو. هنا كنا خرجنا انا والمعلم الاولاد. قضينا هكذا شويه حوايج، كانت عندي حوايج هكذا شويه قضيناها وخلاص. من بعد روحنا، حاولت نشارك معكم بعض المقاطع حبيباتي. هنا كان حبس المعلم، كان هز شويه دراهم. حبيت نعطيلكم 6 رجال اللي توقف معاك وقت الشده عمرها لا. شوفوا نقول لكم حاجه يا البنات، اليوم حبيت ننصحكم 3 نصائح. اول حاجه البنات، خلوا ثقتكم بربي كبيره 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 ياسر خلاص. وتاني حاجه، خلوا يا البنات، هنا كنت نحوس قلت لهم جبتي ليش ل5 رجال بليتو اللي يوقفوا معايا في الشدة. فينالمون راني لقيتها هنايا البنات. صراحة يا حبيباتي، خلوا الكونت تاعكم ديما معبي، بس نهار اللي طيح بيكم تلقاو غير روحكم، تلقاو غير دراهمكم، وتلقاو غير دراهمكم، لانه واحد ما راح يقول عليكم خذي. ثاني حاجة، صحتكم يا البنات، صحتكم وصحتكم وصحتكم ثم صحتكم، لأنها وراحت بالكم موسي. صحة البنات إذا راحت شي ما يخلفها. وثالث حاجة نقول لكم أخدموها مع ربي مليح، لأنه نهار اللي تموتوا وحاجة ما راح تدوها معكم غير فعلكم كل حاجة ترجع. يعني هذوك اللي راح يندبوا عليكم ويكيو عليكم ما مش راح ينفعوكم حتى في حاجة. ما لا يا البنات، انفعوا روحكم غير بعملكم وعلاقتكم بينكم وبين ربي. هذه نصيحتي لكم حبيباتي وهمستي لكم في بداية الفيديو. هنا شفتوا واش شرينا هكذا حوايج خفيفه ظريفه. شرينا شويه دجاج بليتو شويه جناويح، بس المعلم كان ساخف عليهم محمرين. سينو عندي شويه دجاج قاعده نتيباني بيه، مانيش قاعده نطيب يا البنات، صدقوني مانيش قاعده نطيب، وظروفي الصحيه لا تسمح، راني غير كيما يقولوا نطبع وخلاص. هنا البنات شرينا شويه تاع ديسير، وكان غدايا ملوخيه كنت طفيت عليه. وسنسالمون انا نوض الصباح دي فوا ندير غدا وعشاء، ودي فوا ندير هذاك الغداء، وفي العشاء ندير هكذا حاجه خفيفه 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 كيما في الفيديو تاع اليوم ورسمه تاع اليوم راح نشاركها معكم. وهذاك اللي يفضل لي من الغداء نخليه غدوه غدا، فهمتوني؟ البنات تعبه تعبه تعبه، مانيش قادره ندير حتى حاجه. شوف انا قاعده نشوف نقول وش لابد هذا، فينالمون لقيتو الفلاش تاع التليفون. كنت غسلت الخضره تاعي، وهنا الملوخيه تاعي كنت قلت لكم طفيت عليها، من بعد عاودت شعلت عليها. انا البنات راني ما نديرش فيها الزيت ياسر، ما نحبهاش بالزيت ياسر بس تضرني، وانا من عشاق الملوخيه، وشاركتها معكم كذا مره في القناه الثانيه. الوصفة يعني بتفاصيلها. هنا كنت حطيت الملوخية ليا وللزوج ولولدي، بس بنتي ما تاكلش، كان فضل شوية من الساندويتش تاع البارح فاكلاتو. وهذه هي حبيباتي، اللهم ديمها نعمة واحفظها من الزوال. سينو إذا وصلتوا هنا، على بالي بلي عجبكم الفيديو عجبتكم القناة، دعموني شوية البنات. شارك معكم يعني روتينات جزائرية بسيطة جدا 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 من بيت جزائري بسيط. وجيت يا البنات نشارك معكم، كنت قبل قلت لكم في الفيديو اللي فات، قلت لكم عندي بعد كنت راح نروح لها. رحت لها يعني بشق الأنفس، لأني كانت صرالي طارئ صحي الحمد لله. كنت هنا، كنت رحت لها وجيت ما صورتش كل حاجه البنات. انا صراحه لي بعث لي يديروهم في الدار، راني ما نحبهمش وما نقدرش عليهم. يعني نروح حشمه وقدر فريمون. وكنت شاركت معكم فاش رحنا واش لبست انا وبنتي. البنات كل اللي تسبق بنتها هي الاولى. اول حاجه كنت خيطت لها هذا الكاميزورا اللي كان داير حاله، جاه يهبل يا البنات، ومليح مليح خلاص. شوفوا هو نورمالمون يجي كامل لاصق ببعضه، تقدروا يعني تفرقوا على بعضه. درت لا جيب، ودرت معاها هذه اللي تجي من الفوق، ما بيش كيف يسموها لو هذا. المهم البنات اللبسه ككل الموديل اسمه كاميزورا، هزوا الموديل يا البنات
ومع هذيك اللي تجي في الرقبة تهبل يا البنات، زادت فيها النص بسم الله ما شاء الله. وشفتوا يعني التالي تاعها كيفاش يتربط، يعني تقدروا تزيدوا وتنقصوا يعني إذا كان ولادكم بصحتهم، ولكن أنا بنتي ضعيفة ضعيفة قاعدة غير تطول مي هكاك وجاتها تهبل يا البنات. وتشفاو يا البنات في القناة القديمة، والعام اللي فات قلت لكم راني خيطت واحد لاغوب تهبل، وكنت جريئة جدا وأول مرة نجرب يا البنات الكولر هذا فيغ بيستاش. هذا البنات شو نقول لكم ما لبستوش ملي كنت ملي كنت في دار بابا كيما يقولوا من قبل ما نتزوج، تجرأت ولبسته فينالمون الموديل يا البنات يهبل يهبل يهبل. والكاميرا دايما ما تعطيهاش حقها. وقعدت عام عند الخياطه ثم لبسته مره واحده عاودت رجعته لها تكملي باسكو تخيطوا لي في 24 ساعه كانت تشفاو. المره هذه كملت لي كامل واش كاين فيه. شوفوا البنات هزوا الموديل اذا حبيتوا تقدروا تخيطوه في اي لون. ما بديتش انا على خيط اللون الجريء هذا. شوفوا الذراع كيفاش يجي بسم الله ما شاء الله. حبيت كذا نعطيكم هكذا افكار بركه، بالك عندكم الحفلات بالك سا ديبون تحبوا تخيطوا. البنات قلت لكم انا الحفلات تاع الصيف ما نحبش، نحب شوفوا نحب يا اما تكون دار تكون كليماتيزي ولا في لاصال، سينو راني ما نحبش نروح، لا رحت راني نروح قدر كبير 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 لهذاك العبد. وهذا واش شديت يا البنات في يدي خدمتي نتاع غد باسكو نجاح تاع 5 ايام. خدمتي نتاع غد قلت في بلاصه الباروك ندي حاجه هكذا خير في يدي. كنت خدمتها كل البنات نخلي لكم لاباج تاع اللي خدمتها لي شو نقول لكم خدمه ونظافه وتهبل يا البنات والبري ريزونابل خلا اذا مهتمين خليكم البنات تتواصلوا معها بسم الله ما شاء الله. خدمتها لي يعني من قلب قلبها يعطيها الصحه ونقول لها قبلاتي بوساتي ليك الحاره جدا حبيبتي خوله. ربي ان شاء الله يحفظها ويعطيها صحيحتها. ما كانش ما قدرتش ندير الروتور يا البنات لاني قلت لكم صرا لي عارض صحي ما من هذيك سوقات وانا نمد في حق ربي. تابعوا معايا الفيديو حنخليه لكم في الاخر باش ما نفزد لكمش الفيديو يا البنات. وهنا البنات جيت نشاركها معكم. شوفوا الساندويتش هذا مكوناته نقول لكم موجوده في كل سوبرات ولا موجوده في كل منزل. اكيد كاينه حوايج نلقاوها في الدار دائما كي نقضيوها في القضيان، وكاينه حوايج اكيد راح نشروها من المحل بيان سور. شوفوا يا البنات واش درت الكميه تاع الحليب اللي كانت عندي كيما انا هنا كاس ونص تاع حليب دار لي 8 تاع خبزات. لاباط فيها كاس ونص حليب يعني تقدروا تنقصوا تقدروا ديروا كاس بركه. درت الخميره درت معها السكر. درت يا البنات هنا شوفوا البنات الزيت راهي ما ديروهاش دوك نقول لكم عليه. مي انا درتها خاطر بعديك لاباط البنات تعاود تعجنيها بالزبده. وانا الزبده عفوا ما كانتش عندي فاضطريت اني ندير زيت باش تجيني بنينه باش تجيني مبسه بليتو. كيما راكم تشوفوا هنا قاعده نخرب في الباطه بركه وندير فرينه والماء والملح بالطبع يعني ما فيها حتى حاجه. حليب سكر خميره ملح وخلاص وفرينه وزبده. البنات اذا عندكم نتوما ديروا مغرف كبيره تاع زبده وما ديروش الزيت خلا. في الاخر كي تعودوا تعجنوها كيما هكا دخلوا فيها المغرف هذيك تاع الزبده وخلا. هنا البنات شوفوا مام با العجينه غطيتها ورحت وجدت الحشو دوك تشوفوا الحشو واش درت فيه. لقيتها ديجا خمرت ومن بعد هنا نجيو ونشكلوا مع بعضنا الخبيزات تاعنا. الخبيزات تقدروا ديروهم برجر تاع البرجر وتقدروا ديروهم بالطريقه هذه. لاباط البنات تجي خفيفه ويعني يعتمدوها في كامل المملحات. هنا درتها بالطريقه هذه. هنا كانت بنتي حذايا وكانت تلعب لي بالسيبور سيبور سا جات حركت لي كيما هكا الكاميرا. هنا كنت جربت معاكم شحال من وحده كنت نبسطها بالطريقه هذه بشكل طوري باش تجيني هي شغل بتي باغيت ونقفلها بالطريقه هذه ونحطها. وكنت خبيزات درتهم هكذا برجر وكنت زي حاولت اني ندير فيها هاد التخطيطات هذيا فينالمون ما بانوش يا البنات كي تاع الخبز بعد. وشوفوا هنا درت نص بروس لانه فضلي بابي كويسون قلت نزيد نشريها يفكني ليه. كنت هنت نص الصينيه بالزيت عفوا هي بالزيت وحطيتهم يطيبوا دهنتهم بليتو. دهنتهم من با البنات. شوفوا الوصفه هذه راهي في نص ساعه. شوفوا وتقدروا تقولوا قاعده ندير فيها او راح ضوء او جا ضوء. والازمه يا البنات تاع الضوء سبحان الله. انا حتى الماء تقطع عليا على بالك من الوقت اللي تجي العين الضوء يكون ما كاينش ما عنديش باش نطلع الماء كل شيء البنات بالتريسيتي. رانا في واحد الازمه ميم حتى اللي يجيبوا الماء بالدراهم نعيطوا لهم نلقاهم دايما كومبلي. ولينا يا البنات تعبيو الماء بالبيادن والله يعني الزوج طاحوا ذرعيه.
ربي إن شاء الله يبقي يستر بركة مع الحرائق هذه، مع ربي إن شاء الله دايما البنات يكون الدعاء هذا في فمكم دايما، اللهم أجرنا من حر جهنم. آه، مع السخانة هذه وكل شيء، البنات وماني كونجي كيما قلت لكم. وما رحتش للبحر لاني مانيش قادره نروح في السخانه هذه. كيش ما ان شاء الله حتى نرتاح وكل شيء باه نقدر نروح. ندي هكذا 3 جور بوز حتى نرتاح. دوك نقول لكم البنات على واه. انا الحشو شوفوا حبيباتي، الحشو درت غير درت البطاطا قليتها هكذا، درتها دي فريت نورمال، زدت معها الطون بها بالزيت تاعها، ودرت الفرماج. ودوك تشوفوا من بعد كي حشيتها واش درت فيها. قلت لكم يا البنات الوقت الحالي راني قاعده غير في الدار. شوفوا الخبز يهبل يهبل جا، ما شاء الله اعتمدوها يا البنات لاباط هذيا. قلت لكم راني قاعده غير في الدار نفوت، نمد كيما يقولوا في حق ربي ان شاء الله. يجعلها يا ربي اخر المصايب، وان شاء الله يا ربي الحنين خليها لي كيف نقولوا في ميزان حسناتي. وان شاء الله كي نرتاح وكل شيء اكيد كيش ما نخرج دركا مانيش مخميه حتى في حاجه. هنا البنات كنت مخميه غير نرتاح وخلاص، مخميه غير في صحتي. هنا البنات جيت نحشي معاكم. شوفوا كنت الخبيزات تاع ولادي درت لهم غير البطاطا فرات او الطماطم، حبوا غير طماطم. سلطه ما كانتش متوفره عندي. وتاعي انا والمعلم درت فيه الهريسه، درت فيه البيض كيما راكم تشوفوا. وخلاص هذا هو يعني اسهل ساندويتش تقدري ديريه، من با 30 ميل ولا 50 ميل وانت موجده. هذا حشو مشبع، تقدري حتى تديه معك للبحر. كنتي شوفوا البنات الخبز هذا تقدروا تدوه معاكم وتخبوه بركه، ومن بعد غير تسخنوه وخلاص. تسخنوه راح يجي وش نقول لكم ساهل مال يعني. حتى اذا رحتوا هكذا كومبيتو قعدتوا 3 ولا 4 جور تقدروا تدوه معاكم، ماهوش راح يفز لكم وكل شيء. تحطوه غير في الكونجيلاتور تخدموه كيما نقولوا اليوم الغدوه تدوه معاكم. وخلا يعني كافي بركه. هنا كنت درت تاع الولاد هو الاول، ومن بعد زدت جيت حتى جا ولدي، ومن بعد راح شري له هريسه لانه كنت حبته محرحر. وراح نقول لكم يا البنات واش صرالي، ونتمنى كامل تدعوا لي. زادت يا البنات حدث لي حمل اخر، وزاد مات لي البيبي في كرشي. ان شاء الله يا ربي يجعله لي ذخر ويجعله لي شفيع يوم القيامه. حبيتكم كامل تدعوا لي لانه من درك ما طاحش. راني في حاله وخلا هزيت الكونجي ابو محتم، ما كنتش معوله نهزو يعني الوقت هذا، وفينا الموجه في وقته مع السخانه هذه ما كنتش قادره نخدم. ما على باليش الاسباب دركا يا البنات. شوفوا كنت قبل حملت كما شاركت معاكم، وكان وصلت 3 موا وتوقف النبض. دركا ما على باليش 2 موا وزاد توقف النبض يا البنات. دركا ان شاء الله بعد ما نرتاح اكيد راح نروح نداوي ونحوس على الاسباب وش هي. باش نقول لكم يا البنات انا حابه الاولاد. شكون اللي يقول لا على نعمه ربي؟ الحمد لله. عندي زوج صحه، مي شتيت هكذا نزيد صغير واحد اخر، مي فينالمون يا البنات ما كتبوش ربي. اكيد دوكا راح نشوف طبيب صحيح، مانيش راح نلعب بروحي ومش راح نلعب صحتي. غير يطيح لي هذا البيبي بركه. راني كل يوم نبات بالخلعه، نصبح بالخلعه. تخيلوا يا البنات تعودي على بالك بلي عندك حاجه في الكور تاعك سافا با، وانت راكي عايشه حياتك هكا. ادعيوا لي كامل ان شاء الله ربي يعطيني كما يقولوا وقفه سهله، وان شاء الله ان شاء الله يا ربي الحنين يعوضني به خير كامل. واكيد راح بعد ما نرتاح وكلش راح نشوفكم وراح نقول لكم كامل الاسباب. سينو يا البنات ما على باليش انا ممكن اجهد روحي ممكن. انا اصلا ما كنتش على بالي بروحي حتى. يعني العبد ديما لازم يفقد روحه لان الدوره الشهريه ما كانتش منتظمه عندي. كما شفتوا راني مع الدواء مع ليقوت هذوما لي باري، واحد الخلوطه راني فيها. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ربي ان شاء الله يجعله ذخر ويجعله شفيع ليا يوم القيامه، ويجري يفتح لي باب الجنه ان شاء الله يا ربي. انا احتسبته عند ربي، وان شاء الله بركه تقعد صحتي. ما على باليش. الحمد لله البنات هذه بركة يعني حبيت نخلي لكم الخبر لآخر الفيديو. كامل 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 اللي تحبوني ادعيوا لي. يعني رحت نطمن عليه روحت بلا بيه كما يقولوا. ان شاء الله يا ربي فيها خير فيها خير فيها خير. الحمد لله حمد كثير طيب مبارك فيه. خليكم يا البنات ان شاء الله كامل اللي وصلتوا هنا ادعيوا لي ادعيوا لي ادعيوا لي لاني محتاجه دعائكم كامل.
وهذا يا حبيباتي كان روتيني الصيفي معاكم، شاركته معاكم بكل تفاصيله وبكل عفويته. إذا عجبكم هذا النوع من المحتوى ما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك، وقولوا لي واش حابين تشوفوا في الفيديوهات الجاية. شاركوني في التعليقات حبيباتي. يعني بسنسامو ما كنتش حابة نقول لكم أي طاقة سلبية، مي الله غالب. هذا لازم كيما نقولوا شارك معاكم الحاجة المليحة واللي ماشي مليحة هكذا. مرة نتحفزوا، مرة ندعوا لبعضنا، مرة نتشجعوا، مرة نفرحوا، مرة نحزنوا، وهذا هو يا البنات حال الدنيا. كما قلت لكم إذا عجبكم الفيديو إن شاء الله هتموني بلايك واشتراك. واستنوني في الفيديوهات الجاية إن شاء الله. تهلاو لي في رواحكم وفي أمان الله.